السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلابنا الأعزاء، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم موضوع جديد عندنا طلاب. موضوعنا يتعلق حول حياة الفنان ليوناردو دافنشي، الذي يعد من أهم وأبرز الفنانين عصر النهضة، العصر الذهبي الذي يسمى بالعصر الذهبي للفن، ويعد من أبرز الفنانين عصره ليوناردو دافنشي. طبعا طلاب، اليوم راح نشرح شيء مختصر عن حياة الفنان، كذلك وين مكان ولادته، وين انتقل، وين عاش، شنو أبرز الأعمال اللي قدمها، ليش يعد من أفضل الفنانين، هل الأعمال الفنية مالته لحد الآن موجودة أو لا. يعني بعض المعلومات البسيطة عن الفنان ليوناردو دافنشي. ولد الفنان ليوناردو دافنشي عام 1452 في مدينة ميلانو في إيطاليا، فنان إيطالي. كذلك توفي الفنان ليوناردو دافنشي في عام 1920. يعد الفنان ليوناردو دافنشي هو الرجل أو الفنان الذي تجسد فيه عصر النهضة الذهبي والقيم الإنسانية، لعبقريته ومهاراته وعلمه في كثير من العلوم، منها علوم علم التشريح والطبيعة والنباتات والحيوانات، وكذلك الفنون طلاب. لكن كان أكثر اهتماماته هي الفنون التشكيلية والرسم، فرسم الكثير من اللوحات العالمية المعروفة لدى جميع الفنانين، لكن القليل منها ما كمل العمل الفني مالته. يعني كان الفنان ليوناردو دافنشي معظم الأعمال مالته الفنية الرسم لم تكتمل، يعني اللوحة غير كاملة، وحتى بقية العلوم الأخرى مثل البحوث وغيرها في غير علوم. لكن عنده عمليا معروفين ومعروفات على مستوى العالم، وحققا صدى في جميع أنحاء العالم من عصر النهضة إلى حد هذا العصر مالتنا. هي لوحتين، هي اللوحة الأولى لوحة الموناليزا التي أنشأها عام 1503، وكذلك اللوحة الثانية هي لوحة العشاء الأخير التي أنشأها عام 1490. وهذه لوحة العشاء الأخير مثل ما موضح عندك بالصورة، فيها الكثير من التفاصيل والأفكار التي حاول الفنان ليوناردو دافنشي إيصالها إلى المجتمع وإلى الكثير من الفنانين الآخرين. حيث رسم الفنان ليوناردو دافنشي هذه اللوحة، لوحة العشاء الأخير، على جدار في غرفة الطعام في دير السيدة مريم في ميلانو في إيطاليا. حيث بلغ طول هذه اللوحة، لوحة العشاء الأخير، الطول كان 9 متر، وعرض اللوحة كان 4.5. حيث اهتم الفنان بأدق التفاصيل في اللوحة. عندما نراها يعني من الأمام اللوحة نشوفها كأنها صورة فوتوغرافية، كأنها صورة نابضة بالحياة، من خلال إبراز أدق التفاصيل في الشخصيات الراسمها الفنان ليوناردو دافنشي. كذلك اهتم الفنان بمنظور النقطة الواحدة، حيث عندما نركز على أي شخصية من الشخصيات الموجودة على الميز الطعام سوف يذهب نظرنا إلى منتصف اللوحة، وهي إلى السيد المسيح عليه السلام. كذلك جسد في هذه اللوحة ردة الفعل الحواريين 12، حيث يكون 6 حواريين على الجهة اليمين و6 حواريين على الجهة اليسار، منقسمين إلى مجموعتين، كل قسم فيها 3 شخصيات أو 3 أشخاص. حيث جسد ردة فعل الحواريين بصورة جدا جميلة عندما أعلن السيد المسيح عليه السلام أنه سوف لن يبقى إلى الغد،
وسوف يتم قتله أو تسميمه والموت، حيث بينت ردود أفعال الحواريين بين الرعب والغضب والصدمة من خلال التفاصيل اللي رسمها على الشخصيات أو الأشخاص الموجودين مع السيد المسيح. طبعا طلاب، هذه اللوحة استغرقت وقت جدا كثير في رسم هذه اللوحة، حيث استغرقت، البعض يقول استغرقت 18 سنة يلا اكتملت هاي اللوحة أو الصورة الفنية. كذلك أثرت هذه اللوحة جدلا، أثارت عفوا طلاب، هذه اللوحة جدلا كثيرا بعد انتهاء، حيث اعتقد الكثيرون منها أنها فيها رسائل سرية مخالفة إلى العقيدة المسيحية الكاثوليكية آنذاك، حيث كانت مسيطرة العقيدة المسيحية في ذلك الوقت. وكذلك هناك الكثير من الرسائل أو الأفكار التي حاول الفنان ليوناردو دافنشي إيصالها إلى المجتمع من خلال هذه اللوحة. وكذلك استخدمت هذه اللوحة في الكثير من الأعمال السينمائية، في الأفلام وغيرها من الأعمال أو الرسامين، وكانت محط انتقاد وكذلك إعجاب الكثيرين من الفنانين. هذا الجميع تقريبا جميع ما يخص هذه اللوحة، لوحة العشاء الأخير التي رسمها الفنان ليوناردو دافنشي، يعني بصورة مبسطة، كلوحة، كتفاصيل، كالشخصيات، كالفكرة، كالرسائل التي حاول إيصالها الفنان ليوناردو دافنشي إلى المجتمع. كذلك توجد هنالك لوحة أخرى، وهي لوحة الموناليزا المعروفة لدى الجميع، حيث بدأ في رسم لوحة الموناليزا عام 1503. توجد هذه اللوحة في المتحف اللوفر في فرنسا، حيث وصفت هذه اللوحة أنها أكثر الأعمال الفنية شهرة في التاريخ، حيث وصل عدد زوار هذه اللوحة تقريبا إلى 6 مليون زائر. 6 مليون زائر فقط على مود هذه يشاهد هذه اللوحة، لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، حيث هذه الصورة فيها الكثير من الصفات أو السمات التي تجذب الفنانين والنقاد والباحثين في التقصي وفي الفحص والتقمص والمعرفة والبحث في كيفية الرسم وكيفية استخدام الألوان وغيرها من البحوث. وأكثر ما يميز هذه اللوحة هي الابتسامة التي كانت على ظهر على وجه الفتاة المرسومة، حيث عندما تقترب من عندها من اللوحة تشوف الفتاة تبتسم، لكن من الجانب الآخر تشوف الفتاة كأنما ساخرة من المشاهد. هذه الصفة أو الميزة التي حيرت الكثيرين من الفنانين أو الرسامين والنقاد. ولا زالت اللوحة الفنية الموناليزا موجودة في المتحف في باريس، متحف اللوفر، والكثيرين من الفنانين إلى عصرنا هذا يتم نقد هذه اللوحة، وكذلك تفصيل هذه اللوحة واستنباط معلومات وطرق كثيرة في تفسير ما في موجود من أفكار في هذه اللوحة. لهنا إن شاء الله خلصت محاضرتنا طلاب. خذنا الفنان ليوناردو دافنشي بيا سنة ولد، قلنا وانولد عام 1452 وتوفى عام 1520 في مدينة ميلانو. كذلك هو قلنا فنان إيطالي تجسد فيه هذا الفنان عصر النهضة، العصر الذهبي للفن. وقلنا أنه اختص ليس فقط في الفن، بينما اختص في الكثير من العلوم، منها التشريح والعلوم الطبيعية والنباتية والحيوانية. وكذلك في الفنون التشكيلية كان يهتم اهتمام جدا كثير من ناحية الرسم، حيث استخدم التشريح في الرسم وغيرها من المواضيع.
كذلك بينا لوحات أو أعمال الفنان ليوناردو دافنشي، قلنا عنده هواية من الأعمال الفنية، لكن الأعمال الفنية والبحوث مالته ما اكتملت، ظلت ناقصة غير مكتملة. اجوا غير فنانين كملوا البحوث مالته والأعمال مالته. كذلك بينا أبرز أعمال عمليا عنده هو لوحة الموناليزا، وكذلك لوحة العشاء الأخير. وقلنا لوحة العشاء الأخير أنشأها عام 1490، وطول بالرسم ما طول بالرسم مالتها تقريبا بال18 سنة يلا اكتملت. وهي لوحة جدارية مرسومة على جدار غرفة الطعام في دير السيدة مريم في ميلانو في إيطاليا. وعرفنا شنو القصة كانت من خلال القصة والأفكار التي يوصلها الفنان من خلال الشخصيات الموجودة مع السيد المسيح، والحدث الذي صار بهذيك اللحظة. وكذلك الموناليزا وشرحنا عن الابتسامة مالتها، وشون كانت شلون باوع على من زاوية تشوف مبتسمة، ومن زاوية أخرى أشوفها أنها تسخر من المشاهد باستخدامه مجموعة من الألوان وطرق مختلفة من الألوان. لهنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله النجاح والتوفيق للجميع في معنا.